السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يوصل لكم الفيديو ده وانتوا في احسن صحة وفي احسن حال. وعايزة اشكركم بجد على دعواتكم الحلوة وكلامكم الجميل، وبجد انا مبسوطة جدا جدا ان الفيديو اللي فات ده عجبكم قوي كده. بجد والله انتوا ما تتخيلوش انا كنت فرحانة ازاي ان انا فعلا عملت حاجة وعجبتكم قوي كده. وبشكركم على كلامكم الجميل، وربنا يا رب كده يبارك لكم في صحتكم وفي اعماركم وفي حبايبكم، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله النهاردة هنكمل بردك الفيديو بتاعنا تكملة على الفيديو اللي فات. اتمنى بردك ان النهاردة الفكرة بتاعتنا تعجبكم وفكرة الفيديو تعجبكم. بجد الفكرة النهاردة بردك او الفيديو بتاعنا النهاردة جامد جدا وحلو قوي. ان شاء الله لو انتوا فضلتوا معايا باذن الله انا هخليكم تبداوا المشروع زي ما قلت لكم وتنجحوا فيه باذن الله بالمبلغ البسيط اللي انتوا بدأتوا بيه، اللي هو زي ما احنا قلنا كبرها ال1000 جنيه. طبعا لان ال1000 جنيه احنا في الوقت بتاعنا ده دي اقل حاجة للمشروع. بس انتوا برضك لو انتوا عايزين فكرة مشروع اكسسوارات بمبلغ اقل من 1000 جنيه، عندي افكار كتير ممكن اقولها لكم. والفكرة النهاردة برضك بتاعتي دي لو حد هيبتدي بيها برضك هي فكرة مش مكلفة خالص. الفكرة بتاعتي النهاردة يعني بتاعت المشروع بتاعي النهاردة هتبقى مبلغ برضك يعني مش هيوصل لل500 جنيه. طبعا اللي بدأ المشروع معايا في الفكرة اللي فاتت او الفيديو اللي فات، اللي بدأ المشروع وعمله ان شاء الله هيقدر يكمل المشروع بتاعه النهاردة اللي انا هقول عليه. هيقدر يكمله او يكمل الفكرة بتاعتي النهاردة بنفس الفلوس اللي هي بدأ بيها المرة اللي فاتت. من نفس الفلوس، مش هيحط حاجة من جيبه. يعني هو هيحط من المكسب اللي جاله، مش هيحط اي حاجة من جيبه. بس هو بجد يعني انا عايزة اقول لكم حاجة نصيحة في البداية. لو انت عملت المشروع ده او حضرتك عملت المشروع دوت، بجد نصيحة بجد من اخت ليكو، ما تاخدوش فلوس تصرفوها في بداية المشروع. يعني انتوا عملتوا المشروع زي ما انا قلت لكم وبعتوا والدنيا الحمد لله ربنا كرمكم. وبرضك ما تستعجلوش في البيع، يعني مش ان انت تلفي مثلا على كام محل ويقولك لا مش عايز خلاص، لا. الموضوع بتاعنا ده عايز صبر، اي مشروع عايز صبر عشان ينجح. في ناس بتفضل فاتحة محلات وبتقعد في المحلات سنة علشان تتعرف، مع انها محل وفي الشارع وكل حاجة، بس ممكن تقعد سنة على ما تتعرف، سنة على ما الرجل تيجي عليها. فاحنا برضك مشروعنا ده ممكن يقعد شهرين على ما نبيع، ممكن يقعد 3. انا والله العظيم انا قعدت تقريبا 3 او 4 شهور على ما بعت اول دستة. وهقول لكم اول دستة بعتها ازاي. انا اول دستة بعتها ان انا رحت للعميل قال لي وريته الاكسسوارات خد مني، طب تمام، طب الفلوس هديها لك بعدين. خلاص ما هو انا كنت فقدت الامل 3 شهور مش ببيع. فوافقت الصراحة. وافقت. هو الاول مش خد دستة الصراحة، هو خد مثلا حوالي 3 4 دست. التاني اداني نص الفلوس والنص التاني بقاه عليا. ما اكدبش عليكم هو دوخني شوية على ما خدت النص التاني، بس معلش وانا ما نزلتلوش شغل تاني. بس برضك ما هو الواحد انا كنت في النص اللي انا خدتهم منه او الكمية اللي انا بعتها له، بجد والله انا كنت خدت مكسبي يعني خدت تمن البضاعة وخدت مكسبي. واللي عنده ده يعتبر مكسب زيادة على مكسبي. انتوا فاهمين قصدي؟ فهو حتى لو انا بالنسبة لي يعني دوخني شوية مش مشكلة، هو كده كده جنبي. وكده كده انا يعني ولا بدفع مواصلات. عشان كده دايما اقول لكم حاولوا في المحلات اللي جنبكم، حاولوا تروحوا لأقرب محلات ليكوا. ليه؟ انتوا في البداية مش هتقدروا تتكلفوا. يعني انا مثلا مش هروح اركب مواصلات ب30 40 جنيه وفي الاخر اجي ما بيعش. طب انا بقى كده خسرت. لا، في المحلات اللي هي في المناطق حواليكوا اللي انتوا تقدروا تروحوها مشي، تقدروا ان انتوا ما تركبولهاش مواصلات وما تغرموش مواصلات ليها، وعشان لان ده هيسبب لنا يعتبر خسارة. الفكرة بتاعت النهاردة هنكمل على الفكرة زي ما قلنا اللي فاتت، او هنكمل على الفيديو اللي فات. احنا المرة اللي فاتت قلنا ان تكلفة المشروع بتاعنا اللهم صل على النبي قلنا عاملة 826 جنيه. تمام. طيب قلنا مثلا هنحسبها وهنقول وصلنا لل1000 جنيه. ماشي. قلنا هنعمل ايه؟ هنعمل انسيالات وحسبنا تكلفة الانسيالات. طب احنا دلوقتي انا عايزه اقول لكم حاجه. انت بعتي، انا عايزه بقى بجيب من الاخر. هو انا مش هعيد اللي قلته المره اللي فاتت، بس انا عشان في نقطه عايزه اتكلم معاكم فيها، فعشان كده قلت اقول لكم على اللي فات.
احنا مثلا وبعنا دستة الانسيالات مثلا ب60 جنيه القطعة على 5 جنيه. طبعا محدش، اولا في حاجة، انت لو رحت على المحل وقلتيله يعني وخد منك الدستة ب60 جنيه، في ناس ممكن تقول طب 60 جنيه قليلة. لا، لو خد معاكي مع الوقت بقى زبون عندك وبقى عميل، هو هياخد دست، مش هتبقى دستة بس، ومش هتبقى الدستة 60 جنيه بس، لا بالعكس، هتبدأي تبيعي له حاجات مثلا دست أساور بعد كده ب90 ب150. هتبدأي يطلب منك، ممكن يطلب منك كوليهات، الكوليه بقى بيبقى بالقطعة، الكوليه ما بيبقاش بالدستة يعني، بس عشان برضك نبقى عارفين. ولو هتبيعيه بالدستة القطعة انت بتحسبيه بالقطعة، القطعة بقى ب35 جنيه ب45 جنيه حسب التكلفة اللي انت مكلفاه للكوليه بتاعك. بس طبعا انا مش هدخلكم في الدوامة دي دلوقتي، بس انا بتكلم في نقطة. انت مثلا بعتوا الدستة ب60 جنيه، فاحنا بعنا مثلا 50 دستة، هنقول 50 دستة بكام؟ ب300 جنيه. طب وبعنا مثلا 5 دست سلاسل، 5 دست سلاسل بكام؟ هنقول مثلا القطعة على 6 جنيه، مفيش ارخص من كده يعني، هو مش هيلاقي نفسه ارخص من كده، ب6 جنيه. يعني مثلا هيبقى عامل معانا 72 جنيه، ف5 دست ب360 جنيه. يبقى انا كده بعت بكام؟ ب660 جنيه، يعني انا جالي 660 جنيه. تمام. طب خدنا منهم قد ايه؟ منهم سلاسل، احنا خدنا سلاسل بكام؟ ب30 متر بس، خدنا منهم 30 متر سلاسل للسلاسل ال5 دست، وللانسيالات ال5 دست خدنا قد ايه متر؟ 12 متر ونص. ليه؟ لان الدستة بتاخد معانا حوالي 2 متر و10 سنتي 20 سنتي، بس انا قلت 2 متر ونص في الدستة معاكم المرة اللي فاتت، على اساس قلت ادي زيادة. تمام، عشان مش هقعد احسب يعني 17 سنتي، ومش هقعد احسبها كده برضك دوخة عندي، وانا في الحسابات ما شاء الله مش شاطرة قوي يعني. فهنقول 12 متر ونص و30 متر، يعني 42 متر ونص. احنا كده خدنا من بقرة السلاسل قد ايه؟ 42 متر ونص، يعني ما خدناش نص بقرة السلاسل. عارفين يعني ما خدناش نص بقرة السلسلة؟ يعني احنا ما خدناش ب100 جنيه سلاسل، انا هقول خدنا بال100 جنيه سلاسل وبين 100 جنيه خرز، يعني انا كده بخرز ومسامير وزرد والدنيا بتاعتي يبقى 200 جنيه. انا بعت ب660 جنيه، انا كده كسبت كام؟ انا كده كسبت، هقول صرفت ال260، هقول كسبت كام؟ 400 جنيه. تمام. طب احنا كسبنا ال400 جنيه خلاص. هل ال400 جنيه انا كسبتهم هاخدهم؟ ال660 جنيه رجعولي، فانا هاخد مثلا تمن الخامات ال260 وهسيب ال400؟ لا، انا هسيب ال660 جنيه كلهم. معلش، بس انا بطول عليكم في المقدمة دي كده كلها عشان نروح للفكرة اللي وراها، او المشروع التكملة اللي هنعملها بعد كده. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ خدنا 660 جنيه في تمن ايه؟ 5 دست سلاسل مع 5 دست ايه؟ انسيالات. تمام. طب خلصنا كده، انا خدت ال660 جنيه بتوعي. طب انا هعمل ايه؟ هروح اصرفهم؟ لا، ما تروحيش تصرفيهم، او حضرتك ما تروحش تصرفهم. تعمل ايه؟ تروح نازل تاني على العتبة، او باعد بقى حسب لو بتشحن. والله وانا بفضل لو تقدروا تتعبوا يوم وتروحوا العتبة، بجد هيوفر لكم. اولا هتشوفوا الخامة قدامكم، هتاخدوا الحاجة ارخص من الشحن، لان الشحن بيرفع في اسعار القطع. ده لو هتاخدوا من ناس عاديين، انا معرفش الصراحة يعني. انا صورت لكم كذا كارت برضك، عشان في حبايبي قالوا لي في المرة اللي فاتت طب عايزين اسامي محلات، والله انا حاطة في الفيديو كروت باسامي محلات بتشحن. واعتقد ان المحلات دي بتشحن الحاجة بسعرها العادي، بس هي بتاخد مصاريف الشحن مش اكتر. بس انا بتكلم انت لما بتروحي المحل بيبقى احسن، انت بتشوفي الخامة قدام عينيكي. عشان كده انا بفضل ان اللي يقدر نتعب يوم ونروح، لكن مش هنقدر خلاص تمام، ممكن تخليه يشحنلك الخامات، وهي محلات محترمة وكويسة. هندخل بقى على الفكرة اللي بعديها، وهي بقى احنا كده كل سنة وانتوا طيبين، وقربنا على رمضان، ولازم نعمل بقى ايه؟ مش هنصرف الفلوس زي ما قلنا. نعمل ايه؟ ننزل بقى نشتري 5 فروع مرمر من اللي هو اني هوريهولكم. المرمر ده، المرمر ابو خط فضي ده تحفة تحفة في السبح، وتقدري تبيعيه بسعر مرتاح وحلو. ليه؟ لانه شكل الخرزة نفسها قيمة. هتشتري 5 فروع من ده
الفرعين ونص بيعملوا كام؟ بيعملوا دستة. ال5 فروع هيعملوا قد ايه؟ هيعملوا دستتين. تمام. يا اما ننزل نشتري من ده المرمر السادة ابو 15 جنيه او 13 جنيه في حارة المزين، حسب هو كان اخر مرة في الصفا ب13 وفي حارة المزين ب13 وب12. تمام. فانتوا هتجيبوا من دوت مثلا 6 فروع، لان انا مش فاكرة الصراحة الدستة بتاخد من ده فرعين ونص بردك ولا بتاخد اكتر. فانتوا خدوا 6 فروع، هتجيبوا 6 فروع بس عشان المشوار يبقى واحد. طب لو انا هجيب 5 فروع من اللي هو المرمر ابو خط فضي هيبقوا بكام؟ ب125 جنيه. طيب لو هجيب من التاني هيبقوا ب90 جنيه. هنروح نجيب مدنة زي دي بكام؟ هنجيب 24 واحدة. هنجيب 24 واحدة. معلش لو لقيته بس شخبطة كده لاني كنت عمال احسب واشطب واعمل، معلش. 24 واحدة. ال12 واحدة بيبقوا ب15 جنيه، يعني ال24 بكام؟ ب30 جنيه. ال24 بكام؟ ب30 جنيه. خلاص تمام. يبقى هنجيب كده مدنة من دي بكام؟ المدنة بقى دي احنا بنقفلها وبنعملها وبننزل منها سلاسل. لو حد برضك ما يعرفش بتتعمل ازاي يقولي وانا هبعتله لينك الفيديو تقفيل المدنة دي. خلاص. هنجيب، انا بحب اجيب المدنة دي، ما بجيبش المدنة الجاهزة لان دي بتبقى بالنسبة لي ارخص. لسبب انا بيبقى عندي بواقي سلاسل طبيعي، انا بيبقى عندي كتير بواقي سلاسل فبنزلها من المدنة دي، فما بقصش السلاسل مخصوص. الريش الصغير ده انا كده كده ببقى جايباه، او الهلالات والحاجات دي انا اللعب الصغيره دي ببقى جايباها طبيعي بنزلها من الانسيالات، فعشان كده انا ما بحبش اشتري المدنه الجاهزه. طب هنعمل ايه بس عشان ما اطولش عليكم؟ هنجيب من دي 24 واحده بكام؟ ب30 جنيه. طب وهنعمل ايه تاني؟ هنجيب 50 جرام اللي هو الريش المعدن، اللي هو الريش والهلالات هوريه لكم. 50 جرام هيبقوا عاملين كام على 60 قرش؟ 30 جنيه. الريش بتاعنا اهو. اشكال الريش بتاعنا او الهلالات، طبعا في اشكال تانية يعني، لو بس حاجات تبقى صغننة كده، يعني هلالات وريش برضك بس صغيرة، لان مش هينفع تحطي مثلا اشكال حاجات تانية في السبحة. السبحة يا ريش يا هلال يا نجمة، الحاجات دي بس، لكن غير كده ما ينفعش. دي سبحة مش حاجة يعني، مش انسيالات ولا قطعة اكسسوار. هنجيب من ده قد ايه؟ يعني الشوية دول ب50 جنيه. بصوا هيديكوا شوية قد ايه في الجرام المعدن؟ ب60 قرش. طبعا انت هيفيد منك بس يعني خليه، لو الدنيا مشيت وحلو تمام هننزل ونجيب تاني ونعمل تاني. انا بس عشان تعملي دستتين تجربي فيهم تعرضيهم، ربنا كرمك وتمام خلاص. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ نجيب بقى، هنروح نجيب بقى ايه؟ واحد بكرة واير. واحد بكرة واير بكام؟ الواير ب15 جنيه. الواير بكام؟ ب15 جنيه. طب وهنجيب بكام ستوبر؟ ب20 جنيه ستوبر وب20 جنيه كفر ستوبر. تمام كده. يبقى المجموع بتاعنا كله كام؟ يبقى المجموع بتاعنا هيبقى كام؟ 270 جنيه. يبقى انا جبت كده كام؟ جبت دستتين وعملت دستتين سبح بكام؟ ب270 جنيه. طبعا هم مش مكلفيني 270 جنيه، انتوا خلوا بالكم احنا بس اللي هنستعمله هيخلص معانا، ممكن الخرز ممكن يتبقى حاجة وممكن ما يتبقاش، لكن المعدن هيتبقى. وبكرة الواير هيتبقى عندنا، هيتبقى عندنا ستوبر، هيتبقى كفر ستوبر. كمان معلش في حاجة نسيت اقول لكم، هنجيب بايه؟ هنجيب ب20 جنيه اجور. انا كاتباها بس نسيت اقول لكم. فهنضيف كله على بعضه هيبقى المجموع كله كام؟ 300 جنيه. معلش نسيت اقول لكم عليها ونسيت اجمعها. يبقى كده هنجيب ب30 جنيه اجور، يبقى المجموع كله بتاعنا قد ايه؟ 300 جنيه. خلاص. يبقى انا هعمل، هيتبقى طبعا من الحاجات دي تكلفة السبحة بتاعتك. انت لو حسبتيها هتحسبي تمن الخرز ده اللي هم ال125 جنيه، هنضيف عليهم مثلا بحوالي، هو مش هيزيد عن كده، ب5 جنيه اجور، ب6 جنيه معدن، ب3 جنيه مثلا حوالي جزء من الواير 3 جنيه، لان بكرة الواير هتعمل مثلا حوالي 5 دست. فهنقول 5 دست، لو قلنا 5 في 3 ب15 جنيه، فاحنا خدنا كده هنقول 6 جنيه واير. تمام. هنزود يعني الدستة هتاخد مننا 3 جنيه واير، هنقول 6 جنيه واير. 6 جنيه واير و5 جنيه كفر وب5 جنيه ستوبر.
تمام. يبقى خدت مننا بحوالي الدستتين خدوا مننا ب6 جنيه واير، سامحوني على الشخبطة تاني مرة. 6 جنيه واير ب6 جنيه معدن و5 جنيه اجور، يعني 12 و5 17 جنيه. 17 جنيه و10 جنيه يبقى كام؟ يبقى 27 جنيه. 27 جنيه وهنضيفهم على تمن الخرز 125، يبقى المجموع بتاعنا يبقى 152 جنيه. يبقى تكلفة السبحة الواحدة كام؟ 76 جنيه. يبقى الدستتين عملوا معانا كام تكلفة؟ 152 جنيه. ده على فكرة انا لو بالخرز اللي هو الايه، ابو خط فضي ده، ابو خط فضي ده. انتي لو مش هتعملي ابو خط فضي وهتعملي المرمر العادي، هتنزله من المجموع كام؟ 35 جنيه، لان هما الستة هيعملوا معايا 90 جنيه، فهننزل 35 جنيه من الحساب ده. طب لو انا عايزه اعملها من الفضي ده عشان اقدر ابيعها بسعر حلو، هعمل بكام؟ هتكلفني 152 جنيه الدستتين، يعني الدستة الواحدة ب76 جنيه. طب هنعمل ايه؟ هبيعها مثلا هقول ب15 جنيه، هبيعها ب15 جنيه. عايزه تبيعيها اقل انت حره، عايزه تبيعيها اعلى انت حره، ده انا بتكلم على سعر الجمله. هتبيعيها ب15 جنيه. الدستة هتقف معاكي بكام؟ 180 جنيه. تمام. يبقى انت الدستة وقفت عليكي ب180 جنيه. هي كلفتك كام؟ 76 جنيه. احسبوا بقى واخصموا ده من ده، الفرق ده المكسب بتاعك في دستة السبح. الدستتين هيتباعوا ب360 جنيه. 360 جنيه نقصي منهم 152، يعني انتي كسبتي حوالي 210. شيلي منهم المواصلات، يبقى تمام. حلو قوي كده، تمام. والحمد لله احنا مش هنخسر حاجة. طبيعي احنا عندنا اكياس التغليف بتاعتنا دي هنستعملها في تغليف السبح عادي. عندنا الورق بتاعنا ده بردك عادي هتستعمليه في السبح، مش هتشتري لها ورق مخصوص، هتغلفيها هتعلقيها في الورق ده تمام، وهتحطيها في الاكياس دي. طبعا انت الاكياس هيبقى لسه فاضل عندك منها من الدست اللي انت عملتيها الانسيالات والخلاخيل، مش هتخلص كلها. تمام كده. يبقى احنا كده جربنا موضوع السبح. طب احنا لو عايزين، انا مثلا انا مش هنزل، طب انا بقى كده كلفتني قلنا كام؟ 152. صرفت قد ايه؟ صرفت 300 جنيه. خلاص. طب انا كنت معايا 660 جنيه زي ما احنا قلنا. احنا كان معانا كام بعد ما بعنا وكسبنا؟ بقى معانا 660 جنيه. احنا عملنا السبح بتاعتنا وصرفنا 300 جنيه. طب ما هو انا ممكن اعمل حاجة تانية. اعمل ايه بقى؟ ممكن ازود دست، يعني ازود نفس اللي انا عملته ده، بدل ما اجيب 5 فروع اجيب 10، والمجموع بتاعي في النهاية، يعني انتوا فاهمين، كل حاجة من الحاجات دي احاول ازود ضعفها، بحيث ان اخلي المجموع بتاعي 600 جنيه، وبدل ما هعمل دستتين سبح هعمل 4. بس انا ليه بقول لكم دستتين؟ عشان انت بس تجربي بيهم السوق، مش عايزاكي تعملي كتير وترمي فلوس كتير في حاجة انت لسه ما جربتيش. بس هو ان شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله، وربنا هيسهلها لك. بس انت قولي الله المستعان بجد والله، او حضرتك قول الله المستعان. اي حاجة بنبدأها واي حاجة بنعملها قول الله المستعان، وان شاء الله ربنا هيعينكم ويرزقكم ويوسع عليكم، اللهم امين يا رب العالمين. على فكرة انا عندي من الافكار دي كتير، وممكن بقى هقول لكم ان انتوا لو مش عايزين تخشوا في موضوع السبح وتخشوا في حاجة تانية بنفس الفلوس ومش هتدفعوا فلوس تاني من جيبكم بخامات تانية، قولولي وانا يعني قولولي وانا هقول لكم برضك. انا عندي افكار كتير. بس ما تنسوناش لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو عشان ينتشر لاكبر عدد ممكن، ناس كتير تستفاد برضك زيكم. واللي عايز يبدأ مشروع واللي عايز يعمل حاجة كده برضك بمبالغ بسيطة يقدر يبعت. بجد يعني عايزة اشكركم. ودلوقتي اقول لكم اوعوا تنسوا الاشتراك في القناة لو انتوا لسه جداد عندنا، واوعوا تنسوا اللايك لو عجبكم الفيديو. ودلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.